السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لكل الأحرار والحرات. المهم الفيديو مهم بزاف، يعني موضوع الساعة. أي واحد سولتيه، إبراهيم دياز ضيع بيلانتي، المنتخب المغربي انهزم أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس الإفريقي. هذا هو الموضوع الساعة بالأخص للمغاربة، يعني المغرب خسر مع السنغال. ماشي هي هذه الكارثة. الكارثة الكبرى أو الطامة الكبرى ان كنشوف الفيديوهات تتصفح الفيسبوك او جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كيطلعوا ليا غير الفيديوهات، يعني السطوريات، بنادم كيدير فيديو كيبكي، يبكي بحرقه. شكون هاد الناس اللي كيبكيو؟ ممثلين مغاربه، صحافيين، شباب، رجالا ونساء. وهذوك الناس اللي كيسميو روسهم زعما مؤثرين، كلشي كيبكي، كلشي كينتقد. علاش خسرنا يا ابراهيم دياز؟ ضيعتينا، الله ياخذ فيك الحق، ضيعتينا في حياتنا وفي الحلم ديالنا. كلشي كيبكي، شي كيحيد حوايجو. وفي خباري كاين واحد السيد واقيلا في قلعه صراغنا ولا في شي مدينه في المغرب، راه مات بسكته قلبيه. كارثه اقسم بالله. واش هادشي عادي؟ انا كندير ستوريات المنشورات يعني في اطار الضحك وكنضحكوا، ولكن الانسان يعني هادشي راه ماشي ديال الضحك. قسما بالله وانا لا يهمني هادشي، لا كتهمني لا منتخب المغربي ولا الكره ولا شي حاجه من هادشي. انا عندي الاساسيات ديالي وعندي داكشي اللي كيهمني، ولكن انا كنوصل الرساله لدوك الناس اللي كيبكيو على كره القدم او على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لم يخسر ابدا، ما خسر والو. دوك اللعابه راه فازوا ب 200 مليون كل واحد منهم، راه كيتخلصوا من المغرب وكيتخلصوا من الفراقي ديالهم. كل واحد عنده الكونت في البنك وزباله ديال الفلوس، اخي المدير ديال السيارات عنده فيلا، عنده كل شيء موفر ليه، طياره خاصه، وانت بنادم ساكن في البراكه وكيبكي بحرقه. المغرب خسر، الحلم خسر. والله ما خسر شي حاجه سميتو المنتخب المغربي، انت اللي خسرتي، المواطن البسيط اللي خسرتي حياتك. علاش هاد الحرقه وهاد البكاء وهاد الخروج الى الشارع وهاد الاحتفالات وهاد الغوات ما كنديروهاش على يعني على الاساسيات ديال المواطن، على الصحه والتعليم، وعلى المختطفين اللي راهم في السجون يتعذبون. عندنا معتقلين، عندنا مختطفين، عندنا صحافه، عندنا مختطفين حراك الريف. عندنا محمد زيان راه في السجن كيتعذب، عنده 84 سنه، حتى واحد ما هضر عليه. فوقاش كتخرج للشارع وطالب بالصحه والتعليم والحريه التعبير والبنيه التحتيه. شكون اللي قال الحريه؟ دخلوا للحبس حيت بغى الحق ديالو. الاساسيات ديال المواطن، الحق اصبح حلم. يعني بمجرد انك تولد في واحد الوطن كتسالف ديك الوطن، السكن، الصحه، التعليم، يعني حق في الصحه، حق في السكن، حق في العمل، وحتى الحريه التعبير ما كايناش. الانسان باش يعبر غيمشي للحبس. باش نكونوا واقعيين، علاش ما كتخرجوش؟ واش كرة القدم غتوكلكم؟ شوفوا هذا السيد هذا اللي غتشوفوا دابا، هذا مشجع مغربي. سولوا واحد الصحفي، واحد المرايقي تاع هذا، يعني منشوف خيخي الصحافه الصفراء، سولوا هذا يعني باش تعرفوا هذا مشجع مغربي من الدرجه الاولى، مشى معاهم لافريقيا، مشى معاهم لاسيا، يعني دار معاهم العالم وكيشجع المنتخب المغربي، يعني مشجع حقيقي. سمعوا ديك الساعه نكملوا على الموضوع. انا بغيت غير بيت وكوزينه، انا ما طالبش شي حاجه، ولا بيت وكوزينه ولا يكون في اي مكان بعيد، غير انت تستقر فيه. غير بيت وكوزينه. 61 عام، كان مرض السكر، القلب، الدوره الدمويه، و61 عام، وضحيت 47 عام. انتم ما سمعتوه، انتم ما شفتوا، راه كارثه. الانسان ما عندوش الدار، ما عندوش السكن، كيقلب غير على بيت، على كوزينه ما لقاهاش. هو مناصر للمنتخب المغربي. مثلا علاش دوك اللعابه ما يتعاونوش مع هذا السيد؟ ما كيعرفوش علاش هذا السيد هذا مواطن ياك كيطبل المنتخب الكره، حياته دوزها مع المنتخب، وما عندوش حتى كوزينه، ما عندوش حتى بيت فين يعيش، ما عنده لا خدمه لا الصحه. الانسان مشى عند كره القدم. نتسابق مع الاوروبيين، اسبانيا ولا البرتغال ولا هولندا ولا المانيا، الى سفقوا على كره القدم راه عندهم الاحتياجات ديالهم كلهم، عندهم الحقوق ديالهم. حنا الحق ديالنا اصبح حلم. كتسول الانسان بغيت نداوى، بغيت يديروا لنا مستشفى، بحال مثلا في الحسيمه الحلم ديالنا يديروا لنا مستشفى السرطان حيت كيقتلنا السرطان، يديروا لنا جامعه، يديروا لنا بنيه تحتيه، الحريه التعبير. باش الانسان يهضر غيمشي للحبس.
وبنادم كيبكي. اقسم بالله هذا الشيء كارثه. برا ما نهضروا على الشعب الجزائري والشعب المغربي، الفتنه اللي نايضه بيناتهم، هادو كيسبوا من هنايا وهادو كيسبوا راه خسرتوا وراه حنا ما خسرناش، الله ينعر الله ينعر. فتنه هذه، راه هذه فتنه. راه وصلوا هاد المسؤولين بهاد الحقنه باش ينوموا، يعني التنويم المغناطيسي باش ينوموا هاد الشعب ما غاديش يهضر على الحق ديالو. بنادم كتسولوا الموضوع الساعه ابراهيم دياز في اطار الضحك كاع كنضحكوا كنهضروا، ولكن راه كاين الضحك وكاين المعقول. راه الانسان نسى الحق ديالو. بنادم ساكن في البراكه ما عنده حتى درهم في الجيب وكيهضر على المنتخب خسر. علاش خسر؟ اقسم بالله ما بغيتش نطول في الفيديو، ولكن راه كارثه. يعني ما لقيتش منين نبدا وما لقيتش منين نسالي. راه كارثه. وصلنا واحد الزمان بنادم كيبكي على كره القدم وما كيبكيش على الصحه، ما كايناش، ما كيبكيش على التعليم اللي هو اهم. راه كاينين اطور في المغرب كبار كيهاجروا ما كيرجعوش، على المساجد اللي خاويه كتلقى فيها 4 5 ديال الناس في الفجر كيصليو وبنادم ملعي كيصفى. راه انا كنقول لكم اقسم بالله لو كان الوطن ديالنا موفر لنا الصحه والتعليم حريه التعبير والبنيه التحتيه، يعني انا نحس بالمواطنه ديالي، يعني انسان عايش في بلاده وبراسو مرفوع، ما كنحتاجش انا نمشي نموت في البحر ولا ندوز على تركيا ولا ندير الفيزا ولا نمشي نحرق لاوروبا باش بحثا عن حياه اخر. والله اقسم بالله تنشجع المنتخب المغربي، نصفق نشري التوني حتى انا غتلقاوني في المدرجات ندير المستحيل باش نشجع المنتخب المغربي، ولكن ابدا ما غاديش نشجع المنتخب وانا ما عندي ابسط حقوق العيش الكريم. كنشجع واحد عنده زباله ديال الفلوس، حنا ماشي يعني كنحسدو الله يسهل عليه، ولكن انا كمواطن راه خصني الحقوق ديالي اولا. مهم كارثه اقسم بالله ما بغيش الفيديو. يعني رجعوا الاوراق ديالكم. راه بنادم باللحيه ديالو نساء ورجال كيبكي على كره القدم. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. ابراهيم دياز ضيعتينا في حياتنا. راه المسؤولين اللي ضيعكم وانتم اللي ضيعتوا روسكم بديك العبوديه وبديك الركوع وبديك الخوف. بنادم تقول لي الصحه يقول لك سير صاحبي انت بغيتي الفتنه. احنا سكتنا، احنا والله ما نهضروا، ولكن الايام بيننا. غتعيشوا الذل والله تتخلصوا ديك الملاعب، والله حتى تخلصوا ديك الزباله ديال الفلوس في الفواتير ديال الكهرباء والماء والضرائب.